صباح النور ومرحبا بكم الناس الكل أصدقائي الأعزاء. اليوم نهار جديد في اسطنبول، نهار يعمل 66 كيف. جينا أول حاجة القصر الدهشة، نعملوا دورة ونعملوا تصاور. ما نجموش ندخلوا خاطر التذكرة غالية برشا، لكن مش نعملوا دورة في الجردة لهنا في قصر الدهشة هذا، أو كما يسميوه هما دولمة بخشة. نوريكم المنظر، نوريكم شوية شرح متاع الجيد اللي خرج معنا اليوم. صدقوني أماكن جميلة جدا، ننصحكم بالجي تزوروها، وربي يبارك لكم الناس الكل. وكالعادة من غير ما نوصيكم باش تعملوا أبوني في الشام تاعنا، تبارتاجيو الحلقة وتحطوا لنا كلامك العجيبة، وراني نحبكم برشا. وتحياتي من اسطنبول. اخر 6 سلاطين عثمانيين عاشوا بهيدا القصر. فالعطى الامر عشان يتعمر القصر سلطان عبد المجيد، اللي عاش فيها عبد المجيد، عبد العزيز، وحد الدين، رشاد، ونفس الوقت مصطفى كمال اتاتورك توفى بهيدا القصر. متعمر من 3 اقسام، قسم موجود في سيلاملوك، تجي من بتكون طابقين. اكبر صالون من بين 285 غرف 43 صالون، اكبر صالون هي بتكون غرفه المعايده. من جوا ستايله يعني بتحسوا حالكم كانه انتم بايطاليا. معمار تبعوا له من برا شوفوا كله منحوت نحت، شغل ايد. العائله باليان، عائله ارمنيه باليان. شوفوا تعرفوا الارمن شاطرين بالنحت، شغل ايد كله منحوت نحت قصر من برا. من داخل كله خشب، ارضيه كلها خشب مركب على بعض. ليش؟ عشان ما يصير ثقل، لانه ردموا البحر حشوها تراب وحجر عشان ما يصير بيتون وثقل، اسمنت ما يصير ثقل، خشب كله مركب على بعض، شغل ايد كمان. هيدا ستايل بيسموه باروك روكوكو، الفن اللي من برا هيك. اذا لاحظتوا جوا كل شيء في 2 سيمتري. مثلا بتطلعوا على اليمين بتشوفوا كريستيانو طاوله، على الشمال كريستيانو طاوله، كانوا بتطلعوا على المرايه. يعني كل شيء سيمتري من بالجوا. هو اللي القصر صار سبب من الاسباب انهيار للدوله العثمانيه، لانه دينوا مصاري من برا عشان يعمروه. حكيت لكم 285 غرف، 43 صالون، 6 حمامات تركي. ما جبت سيره المطابخ. المطبخ برات القصر، لانه السلطان عبد المجيد كان يتضايق من الروائح الاكل، ما كان يحب، كان يتضايق من روائح الاكل. وكمان ليش من كل اشياء جوا في 2؟ حكيت لكم من كل اشياء في 2 سيمتري، كانوا بيطلعوا على المرايه، لانه هو السلطان كان عنده. وبعد ما كملنا الدورة متاعنا في قصر الدهشة، جينا المكان من أجمل الأماكن في اسطنبول اللي هو أورتاكوي. أورتاكوي هذه معروفة خاصة بالكومبير. فيها الجامع هذا اللي ورايا قاعد نصور فيه، مزيان برشا، بلاصة يمثلوا فيها في الأفلام، بحذا جسر البوسفور، طل على مضيق البوسفور، بلاصة مزيانة ياسر. نعمل بكم دورة في المكان هذا، وان شاء الله تعجبكم الحلقه نتاع اليوم. ومن غير ما نوصيكم كالعاده باش تعملوا ابوني في الشانل تاعنا، تبارتاجيو الحلقه وتحطوا لنا كلامك العجيبه.
فما كما تلاحظوا لهنا عندهم في تركيا بصفة عامة عندهم حاجة اسمها السبيل. السبيل هذه عاملينها قبل من العهد العثماني يفرقوا فيها الماء. وهي على فكرة البارح حزيتهم مشاو عملوا دورة في تقسيم وكل تقسيم هي أصلها اللي تسميت على تقسيم الماء. كانوا يلموا الماء في المكان هذاك ويقسموه على جميع اسطنبول. هذاك علاش تسميت اسمها تقسيم. وذوما الحاجات اللي يحطوهم في الكومبير. الكومبير هي بطاطا كبيرة يحشوها بالفازات هذه، زيتون، شامبينيون، سوسيس، مايونيز، برشا حكايات. حسيلو ان شاء الله تكون الجوله عجبتكم في اورتاكوي، ومن بعد نمشيو لبلاصه اخرى. واقعدوا تبعوني وكملوا الحلقه معايا اليوم باش تعملوا جو وتاخذوا فكره على الجوله في اسطنبول الجميله. حياك الله يا حبيبي، الله يبارك فيك. يا شباب توا جينا الحي بالات. الحي هذايا اللي يمثلوا فيه مسلسل شكور ولا درا شنو اسمه. بلاصة ياسر مزيانة فيها برشا دروج وليت نلها ثلة غالب. حسيلو شنوريكم المنظر والطبيعة لهنا. يلا تبعوني ولاني نحبكم برشا. بصراحة فيو عالمية. تلة بيرلوتي هذه باش نوريكم من بحذا. هذا التراس اللي عاملينه هما يطل على مضيق القرن الذهبي. شوفوا أصدقائي الأعزاء مناظر خطيرة.
وي. تو بصراحه اعطيني رايك بكل صراحه، انت اول مره تجي لاسطنبول يعني ودرت فيها الدوران هذا الكل، اعطيني رايك بكل صراحه خاصه في المكان الجميل هذا. شوف فما حاجه تعجب برشا، تحط عليها البوان ياسر، اللي هي نظافه البلاصه. نظافه البلاصه وحدها تخليك بربي. شويه الحوتات هذوما لهنا، نظافه البلاصه تخليك تدور مرتاح. الفيردور، الخضار، البيزاج، بون الشيء اللي عطاه لهم ربي من طبيعه والشيء اللي خدموه هما، معناها خلى البلاصه ياسر جميله مزيانه، فيها ريلاكساسيون حلوه برشا. بلاصه نظيفه، اميناجي للاجانب. فما انكونفينيون صغير يتغلبوا عليه برشا توانسه، خاطر مش مشكل الانكونفينيون نتاع اللغه التركيه اللي ما نحكيوهاش ما نفهموهاش، بعيد علينا برشا. مشكلة الاتراك ما يحكيوش لغات اخرين، الاكسبسيون شويه انجلي، معناها ما يبعدوش علينا في النيفو نتاع الانجلي. دونك اون سو ديبروي، مي نسلكوا امورنا بالدرجه نتاعك بالعربي نتاعك. ما فماش مشكله ريالمون نتاع لغه في تركيا. شنو باش تقضي امورك معناتها في الحياه اليوميه، في لي زافير كلاسيك. بلد سياحي بامتياز، دونك هما باش يعملوا ليفور باش يفهموك. فو فير اتونسيون بيان سور، مي البلاد منظمه نظيفه، اميناجي ديستيني للسياحه. سي تري بو افوار. صح عليهم. حطوا ايزون مي معناتها هالريشيس هذيا من طبيعه، من سافوار فير زاد وظفوه باش يخدموا وعملوا ريزولتا حلوه برشا. اليوم بلاد نظيفه، لي ناسيوناليتي الكل تلقاهم في 2-3 متر كاري. بون بلاد محلوله على العالم، خدموا يعطيهم الصحه. بون نرجع لموضوعنا، بلاصه مزيانه شبابه حلوه. والفلوس اللي كل وحده شنو نعملوا بهم؟ الفلوس هذوك مش نبوم تاني نكمل في الفيديو تويك. علاش واقف انت لقيتني هنا علاش؟ هذا بوم. يلا هاي اجي لما يا ربي يبارك. مناني هاك الدينار بدل مناني. هاي تشوز بابا يبارك لك يا قبيل، يرحم والديك ان ان شاء الله. خرج ليش باهي خرج لك وجهك انت ليش نجح الفيديو معلم. ربي يبارك لكم الناس الكل. هوبا بسم الله. ان شاء الله عملتوا جوله مزيانه معنا. ان شاء الله استمتعتوا في الاجواء الطيبه اللي تعمل 66 كيف. باش نمشيو بعد بيرلوتي، باش نمشيو الفينيزيا مول. فينيزيا مول هذا من احسن ويعني وارخص لي مول في اسطنبول. يلا كملوا معنا الحلقه ونشوفكم شويه اخرى. السلام عليكم. يا سيدي بن سيدك وصلنا للمحطه الاخرانيه اللي هي فينيزيا مول. المول هذا ياسر مزيان، يشبه كيما نقولوا احنا الفينيز. الناس تجي باش تعمل فيه تصاور وتعمل فيه شوبينج وكل. فيه الماركات الكل، ال سي وايكيكي ديفاكتو، حتى الماركات العالميه كيما نايك واديداس وكل شيء. ونعمل بكم دوره نوريكم البلاصه كيف هي. صدقوني بلاصه عالميه على الاخر. واحد من الناس تعجبني يعني. قد وين نجي لاسطنبول يعني نجيب الناس لهنا. نحب نوريكم ونفرجكم في البلاصه هذه، وان شاء الله تعملوا كالعاده معنا ان بون كيف. نحبكم برشا احبابي، وكالعاده من غير ما نوصيكم باش تعملوا ابوني في الشام تاعنا، تبارتاجيو الحلقه وتحطوا لنا اكل عجيبه.
كيف تهبط للسوسول في فينيزيا مول تحس روحك تخش عليك هبطت لعالم اخر. شارع ضوء، السقف نتاعو عاملينه تخش عليه سحاب يعني سماء من الفوق، حسيله مناظر خلابه، شيء يعمل 66 كيف. صحة لهم مره اخرى، بلاصه ياسر طياره. اقعدوا تبعوني واعملوا معايا دوره، وان شاء الله كالعاده يعجبكم الفيديو، وراني نحبكم برشا، وتحياتي لكم من اسطنبول الجميله. حاسيلو هيك نكونوا كملنا حلقتنا لليوم، قفلناها يعني في مكان جميل جدا اللي هو فينيزيا مول. ان شاء الله تتبعوا الحلقه من الاول للاخر، واللي قاعد يتفرج تو نتصور كملها الحلقه الكل. مشينا لبرشا بلايص مزيانين يعملوا 66 كيف. نحبكم برشا، نشوفوكم في حلقه جديده ان شاء الله. دمتم اوفياء في القناه نتاعنا، وكالعاده من غير ما تنساوش تعملوا ابوني في الشام نتاعنا، بارتاجيو الحلقه وتحطوا لنا كجام اكل عجيبه. نحبوكم برشا ونشوفوكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.